السلام عليكم. معاكم النهاردة منوعات كميات. النهاردة هنعمل رز بالشعرية بأسهل طريقة، وهيبقى مفلفل وتحفة. أول حاجة احنا معانا كوبايتين رز، ومعانا كوباية شعرية، ومعانا كوباية شوربة، وهنحط في الحلة معلقة سمنة وحبة زيت عشان الزيت بيخليه مفلفل شوية. ومعانا مية احنا مسخنينها بس مخلينها تبرد شوية عشان المية سخنة قوي مش بتخلي الرز مفلفل. هنا ابتدينا السمنة سخنت شوية، حطينا الشعرية. هيبتدي الشعرية نقلبها لغاية ما تاخد لون حسب اللون اللي انتوا عايزينه. في ناس بتحبه بني محروق، وفي ناس بتحبه بني فاتح. انا بحبه البني الفاتح، بيبقى حلو مع الرزاية، بيبقى طعمه حلو، وبيبقى على نار هادية يستوي عشان الشعرية تستوي من جوه. التقليب المستمر مطلوب جدا علشان خاطر الشعرية ما تغمقش من مكان وتعمل من مكان تاني، وما تبقاش فيها سوا من مكان تاني. فالتقليب بيبقى احسن حاجة. هنا الشعرية خلاص ابتدت تخش في السوا. على فكرة اللي محطوطة دي سمنة بلدي، عشان كده بتعمل بتشكشك كده. ما شاء الله. يعني الشعرية بصوا ابتدت خلاص تاخد اللون الذهبي، وهتبتدي تبقى اغمق من الذهبي شوية. اول ما تبقى اغمق من الذهبي هنبتدي نروح نازلين بالرز بتاعنا. واول ما ننزل بالرز بتاعنا هنحط شوية ملح ونقعد نقلب. اول ما الرزاية تبتدي تنشف بحيث ان هي نشفت كده بتعمل صوت شوية في الحلة، هنبتدي نروح نازلين بكوباية الشوربة بتاعتنا. وبعد كده هنسيبه شوية على نار هادية، شوية على نار عالية. وبعد كده هنفتح الحلة نشوف الرز وصل لدرجة معينة. بصوا ما شاء الله الشعرية بقى لونها جميل ازاي. هنا هننزل خلاص بالرز. الرز ده مغسول كويس جدا، الرزاية بتاعته مش بتشرب مية كتير. كوباية الرز البلدي المصري بتحط لها كوباية وسنة مية، يعني اكتر من الربع، اقل من الربع بشوية. علشان خاطر وحسب الرزاية، لان في رزاية بتشرب جامد المية. يعني الرزاية دي مش بتشرب قوي المية، بس ما بتنفش قوي. يعني هي ما شاء الله حلوة. بتبقى وما بتبقاش ناشفة، لان في رزاية ما بتشربش المية بس ناشفة، بتبقى ناشفة. دي رزاية مش ناشفة. هنا حطينا شوية ملح وفلفل اسود، ممكن فلفل ابيض لو عندكم، عشان الناس اللي ما بتحبش الفلفل الاسود يبقى ظاهر. بصوا التقليب خلاص ابتدت الرزاية تفرفر عن بعضها، يعني خلاص كده ليها صوت في الحلة. هبتدي اول ما اسمع صوت اروح منزله على طول، بنزل بكوبايه الشوربه والباقي بميه. ولا هي سخنه ولا هي دافيه، يعني بتبقى ميه هديت شويه من على النار. وبقلب، وبعد كده بدوق الملح بتاعه. لقيته ملح مظبوط يناسبني خلاص تمام. لقيته لا محتاج ملح، ببتدي ان انا ازود ملح. بس هو ما شاء الله كان الملح مظبوط. وانا بالظبط بحط على كوبايتين الرز وكوباية الشعرية بحط بالظبط نص معلقة ملح. وطبعا بعمل حساب الشوربة، لان الشوربة متحيقة او محطوط لها ملح. خلاص هنكمل بقية المية. وبعد كده ابتدينا اهو. بصوا ابتدى ما شاء الله. بصوا يعني ما شاء الله مفرول. بصوا ما شاء الله عليه جميل. السوا بتاعه ممتاز مفرول، يعني كل حباية لوحدها. اللهم بارك. بتقفلي عليه النار وتسيبيه، تبتدي ان انتي تقدميه ما شاء الله زي الفل، زي الفل وجميل. وبتاكل مع كل حاجة. الرز بالشعرية لا غنى عنه في كل حاجة. بالهنا والشفا. يا رب يكون عجبكم. يا ريت تتابعوا قناة كميات لو عجبكم محتوايا. شكرا جزيلا. يا ريت لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.